عسلامة، مرحبا بكم. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة باش نحضروا مع بعضنا بان دو بريوش. حاجة بنينة برشا وتستحق انكم تجربوها وتستحقوها في السحور والا في فطور الصباح. انا لهنا كما تشوفوا خذيت خميرة متاع خبز، حليتها في شوية ماء يكون دافي وحطيت معاها مغرفتين فرينة. ما تنساوش السكر زاده باش يخلي الفرينة تتفاعل مليح معايا. لهنا باش نخلي الخليط هذا يرتاح شوية مدة نصيف ساعة ومن بعد نرجعوا له. لو طون اللي ارتاحت معايا الخميرة باش نحضر لهنا كريم باتيسير، لكن انا استعملت لهنا لي ساشي هذوك متاع تونس. يكونوا اسرع. انتوما اذا ما عندكمش حاضره تستعملوا البيض والحليب، سهله الغوسيت نتاع الكريم باتيسير. تحضروا كريم باتيسير تخليوها ترتاح في الفريجيدير ومن بعد نرجعوا لها. لهنا الخميره كما تشوفوا حضرت معناها تفاعلت مليح معايا باش نضيف لها تويكا السكر والملح. السكر انا حطيته اكثر شويه من الملح لانه هذه حاجه حلوه نحضروا فيها. باش نلم الخليط نتاعي بالحليب يكون دافي زاده مش سخون برشا. كما تشوفوا العجينه راهي ما تستحقش برشا عجنان. لهنا بعد ما لميتها تكون تتلصق شويه باش نضيف لها لهنا كما تشوفوا نص كيس نتاع زبده سايحه. من الافضل انكم تستعملوا الزبده ديما تعطي جو هكا نتاع للحلويات، خاصه تعطي جو هكا بنين. باش نخليو العجينه نتاعنا ترتاح ومن بعد كما تشوفوا لهنا انا خليتها ساعه ونص ارتاحت في عقلها باش نشكلها. لهنا تشكلوا اللي بام تاعكم كيما تحبوا نتوما. انا لهنا اخترت زوز انواع، الحقيقه ما عنديش برشا وقت باش نوسع بالي فاخترت هكايا اني نعملهم كيما الخبز التركي على الشكل هذايا. وباش نحضروا الطبيق متاعنا للكوشه وباش نحطوهم يطيبوا مدة 35 دقيقة على 180 درجة. تنجموا تعملوا التوب بالعظم وبيان بالحليب. انا العظم ما نحبذوش برشا هكا فعملت هكا بشوية حليب. عملت كعيبتين بالشوكولا والباقي خليته هكاكا. كما تشوفوا هذم هما كعيبات نحضروا، ما نحكي لكمش الريحه اللي خرجت. لهنا الكريم باتيسير جبتها من الفريجيدير، خدمتها بشويه زبده مش برشا. اخترت اني نحشي كعبات ونخلي كعبات يكونوا كيما البام، معناها ما في حتى شيء. لهنا عملت التوب بشويه عسل شويه فاكهه. وكما تشوفوا هذو هما لي بام تاعنا. ان شاء الله تكون الغسيت عجبتكم تجربوها وان شاء الله تعطيوني رايكم.